في حركه تعد هي الاقذر في تاريخ الاعلام الرياضي المصري. بصوا الاعلام المصري عموما ده نيله، الاعلام الرياضي المصري انيل بقى، اللي هو ايه، من اول كده اعلانات اون تايم اللي انت ما بتشوفش اي حاجه فيها اصلا غير الاعلانات والماتشات، لكن تحليل والكلام ده على الله خالص. تيجي بقى كمان للمحللين اللي يجيبوا لك رضا عبد العال يفضل يشتم شويه في كولر، اللي الراجل كل البطولات اللي بيخش بياخدها، الراجل اللي بيهاجم قصاد ريال مدريد، الراجل اللي جايب مروان عطيه، وشوف مروان عطيه اللي برده رضا عبد العال مش مقتنع بيه. تيجي بقى في مهيب عبد الهادي اللي عمل حركه النهارده، الحمد لله ان برنامجه والله اتوقف، يعني انا ماليش علاقه بالزمالك، يعني الموضوع يخص الزمالك والمصري. الياس الجلاصي اللي هيتنقل حديثا لنادي الزمالك، الراجل بيعمل مكالمة عادية جدا وانت اللي اكيد متصل عليه يا عم مهيب، فتمام يعني خلاص مكالمة لاعب، شوية كلام عن انت جالك عقد، لا اللاعب هيخاب مش عارف ايه. تيجي بقى في الاكبر ايه، ان اللاعب يقول لمهيب هو احنا على الهوا ولا لا، عشان اقول لك تفاصيل سريه ما ينفعش تتقال على الهوا. يقوم ابن غراوي يقول له لا احنا يا اسطى ما بين الاستراحه، احنا قاعدين بنشرب شاي في الاستراحه، هو ورضا عبد العال والناس وسمير كمونه كان معاه. فالواد يا عيني كالعاده غلبان هيقول ايه، ما هو مصدقه، فاهم، معترف له بكل حاجه. قال له الماتش كان معمول عشان احنا هنقابل الزمالك، والزمالك هيقعد معايا الكابتن مدحت عبد الهادي، واتكلمنا واتفقنا وي فضح الدنيا يعني الراجل بتاع رئيس النادي المصري طلع طبعا بيان وادان كل ده غير اللي هو ايه، لعيبه المصري والنادي المصري فهم ان ايه ده، اللاعب بتاعنا قعد مع واحد ما ينفعش يقعد معاه، المفروض تقعد معاه يعني كشخص، ده الواد اتفضح عموما. ده بقى التقيله ان الولد اصلا يعني كسر كتير قوي في لعيبه الزمالك، هو اللاعب الولد يعني بكل هدوء ومش في باله ان هو بيتسجل له، بيقول لعيبه الزمالك اصلا فيها لعيبه كتير بتاخد فلوس ولا تستحق تاخدها، فدي حاجه نصيبه اصلا. انت متخيل ان لاعب بيقول كده على فريق هو المفروض هيروح له؟ طب اي لاعب من اللعيبه هيتامن له بقى، اللي هو انت شايفني اقل من المكان اللي انا فيه، فايه شفت الحساسيه اللي اتخلقت بسبب مكالمه من واحد غرقوا فيها. فبجد كويس ان هم وقفوه عن العمل وتوقيف البرنامج عشان ما نشوفش الاشكال تاني في اهلي ولا زمالك.